طبعا عرفتوها، هي بتقول اسمها المبكبكة الليبية الأصلية، برغم انها بتتعمل بطريقة مختلفة في كل منطقة بليبيا، ولكن في ثوابت للمبكبكة هنعملها بالطريقة الثابتة بتاعتها بدون اي زيادة. المبكبكة ممكن تتعمل باللحمة او الفراخ، وممكن تتعمل من غير اي لحوم خالص، ممكن نعملها بالخضار، ينفع يعني تنفع لكل الناس ولكل بيت. اول حاجة هي بتتعمل بزيت زيتون، بس مش متاح عندنا زيت زيتون فهنعملها بالزيت العادي، بس الطريقة الاصلية بتاعتها هي زيت زيتون. هنزل بالبصلاية المتوسطة اللي انا قطعتها قطع كده صغيرة، وبعد كده هنزل بالثوم. اول ما يدبلوا كده واشم ريحه التوم. بالنسبه للتوم، التوم بيتحط للفراخ بس، لكن لو هتعمليها باللحمه مش هنحط توم في الوصفه بتاعه اللحمه. بعد كده يدبلوا كده، واول ما اشم ريحه التوم طلعت، هنزل بقى بقطع الفراخ اشوحها مع البصل والتوم اللي حطيناهم، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتهم بس تتشوح كده بسيطه. المبكبكه بتتعمل بالفلفل الحار، يعني ممكن تحطي فلفل سبايسي. التوابل هنا المكون الاساسي بتاعها الكركم والفلفل الاسود. لو هتعملي باللحمه مش هنحط الملح دلوقتي، بس انا حطيت ملح دلوقتي عشان بعملها بالفراخ. هحط الملح لو هتعمليها باللحمه، نحط الملح في ايه؟ في الاخر بعد ما تستوي اللحمه. هنزل بقى بمعجون الطماطم، وبعد كده يتشوحوا مع بعض. هنزل بالفلفل الرومي، وبعد كده هنزل بالعصير الطماطم اللي انا عملته. ممكن انا حطيت فلفل رومي عشان احنا مش بنحبها شطة عشان ولاد وكده، لكن هي بتبقى لازم تكون فيها نكهة الشطة كده. بس نزلت بقى بعصير الطماطم، بعد كده هتديها غلوة كده بسيطة. بعد كده هنزل بالمكرونة، اول ما اشوفها تغلي هنزل بالمكرونة. حطيت اهو فلفلاية عشان برضو تبقى فيها نكهة كده، تكون مشطشطة شوية. وهنزل بالمكرونة بتاعتنا، ممكن مكرونة الحجم ده كويس، بس المهم تكون مكرونة صغيرة. والمكرونة بتكون بكمية مناسبة لحجم السوائل اللي انت حطوها، يعني يكون فوق مستوى المكرونة بشوية. انا لقيت عندي المستوى السوائل عندي مناسب، فزودت حبة مكرونة كمان، وزودت حبة مية صغيرة مغلية. بس كده هسيبهم بقى يغلوا على نار متوسطة او مايلة للهادية شوية عشان تستوي براحتها وما تلزقش، ولازم كل شوية تقلبيها عشان ما تلزقش في الحلة من تحت. كده هي بتبقى كده اهو. بصوا ماسكه نفسها، مش مهريه كده يا جماعه، وبتكون فيها الصلصه كتيره كده. وبصراحه حلوه جدا، عجبتني جدا وعجبت الولاد جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وهستنى الاشتراك بتاعكم واللايك الجميل. دمتم حلوين يا بنات، واهلا بيكم من كل بلد بتشوفوني، ويا رب تكون الطريقه بتاعتي عجبتكم. وهستناكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.